الغربلة من كتاب فخ إبليس للكاتب جون بيفر. ابتدى الكاتب الفصل ده وهو بيحكي لما كان يسوع قاعد مع تلاميذه في العشاء الأخير، وفاجئهم بخبر مفزع إن واحد منهم هيسلمه لرؤساء الكهنة وهيحكموا عليه بالموت. هل تقدر تتخيل كم المشاعر المخيفة والمفزعة لما أعلن يسوع إن واحد من التلاميذ أقرب الناس ليه هيخونه ويسلمه؟ ابتدى التلاميذ يسألوا مين اللي هيعمل كده، لكن الدافع ورا سؤالهم مش الحب لكن الأنانية والكبرياء، وده ظهر في لوقا 22 عدد 24. بعد الخبر ده على طول حصلت بينهم خناقة عن مين فيهم الأكبر والأعظم. مهتموش بيسوع اللي على وشك الموت، لكن أخدوا يتسابقوا على المنصب والسلطة. وممكن نخمن إن بطرس كان من اللي بدأ الخناقة لأنه الشخصية المسيطرة المندفعة في الكلام والتصرف، وفكرهم إنه الوحيد اللي مشي على المية وأول واحد أعلن إن يسوع هو المسيح، وهو اللي شاف تجلي يسوع فوق الجبل. ورغم إن بطرس كان عنده إعلان قوي عن يسوع، لكن كان بيعتمد على شخصيته القوية وثقته بنفسه، وهنا كان لازم ربنا يصنع تغيير في شخصيته عشان يرفع الكبرياء عن قلبه. وكان لازم ربنا يسمح لإبليس إنه يغربل بطرس، يعني يخليه يواجه هزة عنيفة، لكن مش عشان يفني إيمانه زي ما كان إبليس عايز، لكن لأنه عارف إن التجربة الصعبة هينتج منها شخصية جديدة مختلفة لبطرس هيتمم بيها مشيئة الله ويثبت إخواته، فطلب لأجله لكي لا يفنى إيمانه. ونتيجة الغربلة اللي واجهها بطرس شاف نفسه على حقيقتها، فتزعزعت كل أفكار وراها الأنانية والكبرياء، وتزعزعت ثقته بنفسه، وتحول بطرس المستقل بذاته لشخص عامل مع الرب متكل على نعمته وقوته، وواحد من الأعمدة الرئيسية للكنيسة. وسأل الكاتب إيه الفرق بين يهوذا وبطرس، وقال إن بعد إنكار بطرس ليسوع فقد كل ثقة بنفسه، لكن حاجة واحدة ما فقدهاش، هو إعلان الرب بالروح القدس. فبطرس ويهوذا الاتنين خانوا الرب، والاتنين ندموا على اللي عملوه، لكن يهوذا ما كانش عنده الأساس الثابت اللي كان عند بطرس، لأنه ما كانش جعان لمعرفة يسوع، فما أعلنش ليه يسوع نفسه. رغم أنه تبع يسوع 3 سنين، شاف معجزاته، سمع كلامه، لكن كان أساس تبعيته ما كانش أنه بيحب يسوع وعايز يعرفه معرفة حقيقية، لكن أساسها هو أنانيته وحبه لنفسه. لو كان يهوذا ليه الأساس الثابت وقت الغربلة وهو معرفته الحقيقية بيسوع، كان رجع ليه تايب وندمان ومعتمد على صلاح الرب بدل ما يخنق نفسه. وقال الكاتب إن كتير من الناس صلوا وسلموا حياتهم لربنا وبيواظبوا على الكنيسة وقراية الكتاب، لكن بدون إعلان عن حقيقة يسوع المسيح. فبالرغم إنهم بيعترفوا بيه بأفواههم، لكنه بعيد تماماً عنهم، ملهمش علاقة حميمية معاه، لكن بيتبعوه عشان مصلحتهم الشخصية، عشان يديهم اللي محتاجين ليه. عشان كده لما بيقابلهم وقت صعب بيتعثروا في ربنا وبيفقدوا إيمانهم. اتكلم عنهم يسوع في مرقس 4:16-17: الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين، فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. يا ترى إيه الأساس الثابت اللي بيحمينا وقت الغربلة؟ ورد الكاتب إن الأساس الثابت هو العلاقة الحميمية مع الله ومعرفتنا بشخصه، اللي بتزود جوانا الإيمان والثقة إن مستحيل الرب يسمح بأذى أو ضرر لينا، لكن دايما عايز لينا الأفضل، حتى لو اللي باين إنه مش مصلحتنا، لكن في النهاية هنكتشف إنه الخيرنا لو اتمسكنا بالإيمان. ولو اتمسكنا بإيماننا وثقتنا بالرب هنفضل محفوظين تحت عنايته وحمايته رغم أي ظروف صعبة. ووضح الكاتب إن واحدة من طرق إبليس عشان يفقدنا ثقتنا في ربنا هو إنه يشوه صورة الرب قدام عينينا زي ما عمل مع حواء. فالحية حاولت تقنع حواء إن الله عايز يمنع عنهم كل الخير اللي في الجنة، ومعنى كده إن الله مش بيحبهم وهو مش إله صالح. ولسه إبليس بيحاول بنفس الطريقة إنه يشوه صورة الله في عينين أولاده فيفقدوا الثقة فيه. لكن لو سلمنا حياتنا بالكامل لربنا وكبرنا في معرفته، هندرك من كل قلبنا وذهننا إن ربنا مستحيل يضرنا، لكن مهما حصل هيتحول لخيرنا في الآخر. في النهاية بيقولك الكاتب إن الغربلة من تجارب الحياة وتحدياتها هتكشف عن حقيقة قلبك، لأن النتيجة هتكون واحدة من الاتنين:
إما إنك تحس بالمرارة تجاه الرب والآخرين، أو تزداد قوة وصلابة وتثبت أكتر في الرب ويزيد إيمانك، فتهتف أنا أثق بيك يا رب حتى لو مش قادر أفهم. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.